اهلا وسهلا، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على بزاف د الحوايج. غادي نحاول انني نفيدكم من خلال هذا الفيديو. غادي نهضروا على مشكل الكرا اللي كيلقاوه العرب هنا في ايطاليا، وغادي نهضروا على كيفاش تاخذ دارك. غادي نهضروا على بزاف د الحوايج البنات. كنتمنى نفيدكم في هذا الفيديو. الى ما عطيتكم جميع المعلومات في هذا الفيديو، راه غادي نحط لكم فيديوهات وحدين اخرين غير تكونوا هانين. بالنسبه كيف ما شفتوا من خلال العنوان، الحمد لله البنات، واخيرا ربي يسر الامور، واخيرا كتاب، لان كل شيء بالمكتب. وخدينا واحد الدويره اللي هي صغيره البنات، انا غنقول لكم من هنا دويره صغيره على قد الحال، على قد الامكانيات ديالنا. الحمد لله هنا في ايطاليا الحمد لله تفكيت، ولا غادي نتفك ان شاء الله من الكرا. واخا الكرا ما كانش غالي بزاف، باش نجيكم الصراحه، يعني كان واحد الثمن اللي هو رمزي، حيتاش هاد الدار كان كاريها الوالد ديالي قديمه بزاف، يعني قديم من شحال هذا هو كاريها. وزعما بقات عنده، واخا عطاه الكوموني دار بقات، وانا دخلت ليها وبقيت كنخلص هذاك الشيء ديال الكرا من ديك النسبه اللي هي كيف ما قلت لكم تمام، اللي هو رمزي هنا في الجنوب. وطبعا واخا غنخرج منها انا، راه ما غاديش يفرط فيها، لانه مقاد عليها اختي الوراق وبزاف د الحوايج. المهم هذا موضوع واحد اخر. بغيت نقول لكم الحمد لله، ولكن المشكل اللي كان فيها لوميديتا بزاف، بارده بزاف. واخا نعيا ما نسخن البنات كتخرج الغموليه في كل شيء. انا عندي الحساسيه وما بغيتش بنتي نعرض بها، فقررت انني ناخذ شي دويره تكون غير صغيره، ولكن ما تكونش فيها الغموليه. يعني الحاجه الوحيده اللي ركزت عليها هي دويره تكون فيها دار، تكون فيها الشراجم، وما تكونش فيها الغموليه. والحمد لله لقيتها البنات، او بالاحرى هي اللي لقاتني، لان والله العظيم مني كتكتب شي حاجه راه سبحان الله العظيم كتجي حتى لعندك. ما غير واحد المره كنت كنعرفها شحال هذا، انا نعاود لكم بحال الخبيره. شحال هذا، وكنت قلت لها زعما ما كرهتش، كون لقيت وكون لقيت لا بوسيبيليتا وكانوا عندي الفلوس راني ناخذ هنا شي حاجه، حيت قهراتني الغموليه. وواحد الراجل حداها بغى يبيع هاد الدار حتى دخل ليها، هو جا من روما، دخل وسكن البنات وزعما صلحها ودخل سكن فيها، ولكن ما ولفش، لان فيلاج صغير ما نقدروش نقارنوه مع روما اللي هي مدينه كبيره. فقرر انه يبيعها ويرجع. منين جا هادشي اللي كاين، وجات عندي قالت لي شوفي راه هذاك السيد بغى يبيع الدار، واش تاخديها؟ قلت لها ايه، لا كانت لا تفاهمت معاه وهذا ناخدها ماشي مشكل. وصراحه في الاول كنت دايرها غير ضحك، ولكن الحمد لله مني ربي كيبغي شي حاجه راه صافي راه كيسر لك الامور. هادشي اللي كاين. باش غادي نقول لكم البنات الثمن، من الاحسن انني ما نقول لكمش، لانه بزاف الناس كي غادي ينتقدوني، كيف ما انتقدوا بزاف ديال الاخوات هنا في الطاليان بينوا لكم ديورهم وقالوا لكم حتى الثمن، ولقاو انتقادات علاش. حيتاش كاين اللي كيقول كتكذبي، كاين اللي كيقول خديتيها بالبنك، كاين المهم. يعني الثمن يستحسن انني ما نقولوش لكم البنات. اللي غادي نقول لكم هو انني خديتها الحمد لله بدون ربا، يعني ما فيهاش الربا. وانا مستحيل واش ناخذ شي حاجه ربا وندخلها زعما ما عمرني ناخذ شي درهم من الربا، لا هنا ولا في المغرب، ولو نبقى كاريه حياتي كامله البنات. الحمد لله، يعني خديناها انا والزوج ديالي برزقنا. مهم داك الثمن اللي خلصناه رحنا خدمنا فيه الحمد لله، ودابا كنصلحوا فيها. يلا درنا ليها سقف جديد وكنصلحوا فيها شويه غير شويه، داك الاصلاحات على قد جيبنا من الداخل ومن بعد راه غادي نكملوها. زعما من يجيب الله الرزق عاوتاني راه غنكملوها في اصلاحات. بغيت نقاد ليها الطواليت، حاشاكم بزاف د الحوايج. المهم انا غادي نشاركها معاكم، باش ما غنصورها لكم وغادي تشوفوها، وغادي نقول لكم اشنو هما الاصلاحات اللي درت فيها. ومن هنا بغيت مالك بنتي؟ سمحوا لي. ومن هنا غادي نبغي نقول لكم اشنو هما المشاكل اللي كيلقاو العرب في الكرا.
صراحه بنادم ولو محنين بزاف الاخوات والاخوان اللي باغيين يكريو وباغيين يخلصوا، ولكن راه كيف ما كنقولوا حوته خنزت شواري. راهم كاينين شي وحدين راه لا اله الا الله محمد رسول الله كيدخلوا للدار، راكم كتسمعون في الاخبار وكل شيء، وما كيخلصوش الكرا وكي زعما راه على بالهم انهم كيضحكوا على الطاليان. لا بالعكس، هذاك الشيء اللي كتاخذوه نتوما ديال الفلوس الا كان عندكم ما كتخلصوش راه حرام، وراه كتدخلوا على وليداتكم غير زعما غير ريبه، راه حشومه. هذاك واخا راه نصراني وكتاخذ ليه هذيك فلوسه، وكاين اللي داير هذيك الدار مسكين بغى كيعيش بيها، كاين فهمتوا واش بغيت نقول لكم، هما كياخذوا ليهم الفلوس. فلهذا البنات بغيت نقول لكم يستحسن انكم ديروا شويه، تبقاو تجمعوا بشويه بشويه بشويه، وحاولوا انكم تشريو على قدر فلوسكم. ماشي بالضروره تشريو في مدينه كبيره، ممكن انكم تشريو حتى خارج من المدينه، لانه ما كتعرفوش الزمان اشنو جايب لكم، ممكن مول الدار يخرجكم ما تلقاوش الكرا. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ وحاجه اخرى البنات، راه كاينين ديور لاستا، وانا راني دايره لكم فيديو على ديور ديال لاستا كيفاش تقلبوا. حاولوا انكم تبقاو تقلبوا بحال هكا، راه كاينين شي ديور كتلقاوهم باثمنه اللي هما رخاص بزاف، واخا كيكونوا ما مصلوحينش من بعد وصلحوهم على قدر الامكانيات ديالكم. كيف ما دائما كنقول لكم انا، زعما نتمشاو بالنعاله تيجي بالله الصباط، الواحد ما يمشوفش الفوق، يشوف غير على قدو حتى يحن عليه الله. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ حتى ديور لاسطا راهم كاينين. انا كنت لقيت دار ديال لاسطا هنا في الفيلاج اللي انا ساكنه فيه، واعره البنات. وعرفتوا الثمن وصل حتى ل 13000 اورو، لان حتى شي واحد ما شراها. كل مره كتمشي لاسطا وحتى شي حد ما شراها. ولكن باش نجيكم الصراحه البنات ما زعمتش عليها، لان مولاها مازال ساكن فيها، وخفت على راسي باش نجيكم من الاخر باش انا ناخذ هذيك الدار ونخرجه هو. وانا كنسكن في الكالابريا، راكم عارفين الكالابريا وما ادراكم ما الكالابريا، بلا ما نبقى نهضر في الفيديو. خفت البنات على راسي وما قدرت زعما نوقف معاه وندير محامي ونخرجه. كنت ساكنه في شي بلاصه، ولا كان غير شي زعما شي حد اللي غنعرفو ترانكويلو ما غادي مهم راكم فهمتوني، نقدر انني نشريها ونتابعوا بالمحامي حتى يخرج من الدار. ولكن انا ما قدرتش، يعني اللي ساكنه في شي مدينه اخرى اللي تكون القضيه عندكم هانيه فما فيها باس، قلبوا على ديور ديال لاسطا. ديور ديال لاسطا شنو هما البنات؟ هما الديور ديال السيزي اللي كيجيو الماليهم. مثلا كاين الواحد اللي كياخذها بالبنكه وما كيبقاش يخلص، فالبنكه اوتوماتيكمون كتاخذ هذيك الدار وكتبيعها في المحكمه، يعني عن طريق لاسطا. او كاين اللي كيكون واخد سلف وكتكون عنده هذيك الدار، فمن ما كيخلص السلف كيحجزوا لي على الدار. كاين اللي كيكونوا عنده ديون. فهمتوا واش بغيت نوصل لكم؟ يعني الديور ديال لاسطا هما هادو البنات، هما الديور ديال السيزي. راه كتلقاو بواحد الاثمنه اللي هما رخاص بزاف. حاولوا انكم تقلبوا وحاولوا انكم ديروا المهم تبقاو تجمعوا شويه بشويه. غادي نقول لكم حاجه اخرى بالنسبه للكتبه وبالنسبه زعما كاع الطرق القانونيه، كاع كيفاش ملي كتبغي تشري قانونيا هنا في الطاليان اشنو كديري واشنو غنشرح لكم كل شيء في فيديو باش ما تطيحوا حتى في شي مشكل. منين تجيبوا الفلوس، واش خاصهم يكون عندكم في البنك او لا، شنو غديروا في الكتبه وهذا الشيء كامل. غادي نشرحوا لكم فيديو ماجي ان شاء الله البنات. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وشرحت لكم فيه شويه. نتمنى تطلعوه بلي لايك ديالكم باش هكا يعني نعاود نشرح لكم اكثر واكثر. السلام عليكم.